الطيور لا تبحث عمن أحرق أعشاشها لتنتقم. الطيور تبني أعشاشا جديدة وتستمر في الطيران. الطير نبش التراب ليدفن فاجعته، يحفر الإنسان الأرض ليدفن جريمته. شجرة وحيدة زرعها رسول، تلك كانت رسالته. الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. بين يدي ديوان شعر للشاعر الكردي السوري المقيم في جنيف، الصديق العزيز مناف محمد. الديوان بعنوان لم نعد نستطيع البكاء، وصدر في 117 صفحة من القطع المتوسط عن دار نشر آبا، وهي دار نشر كردية. أرسل لي الصديق العزيز الديوان مشفوعا بالإهداء. اسمحوا لي أن أقرأ يعني جزء من الأسطر التي كتبها في الإهداء. على أحد ما أن يقول لهم: هنالك قبور في الطريق. على أحد ما أن يقول: وفي الطريق الآخر قبور أيضا. حتى في الإهداء ارتفعت نبرة أو ظهرت ثيمة الموت والمقابر والقبور الموجودة في الديوان. الديوان مقسم إلى 3 أقسام. طبعا الديوان أهداه الشاعر إلى زوجته روفند، السيدة روفند. الآن بدأنا وغدا نبدأ من جديد. إهداء جميل جدا. أيضا الأقسام يعني وزع الكاتب نصوصه، قصائده، ويعني القصائد في أغلبها قصائد الومضة والهايكو والقصائد القصيرة، إلى جانب وجود قصائد متوسطة الحجم وقصائد قليلة أخذت نفسا طويلا. مجمل هذه القصائد، عدد هذه القصائد تقريبا 87 قصيدة موزعة على 3 فصول أو 3 حزم. الحزمة الأولى بعنوان ذاكرة الماء، ذاكرة الدم، ذاكرتي، فيها تقريبا 16 قصيدة. الحزمة الثانية أو الفصل الثاني أو القسم الثاني من الديوان هو واحد مصائره عديدة، فيها 19 قصيدة. القسم الثالث من الديوان صرخات طرق، شهود، وعيون جف دمع حزنها. في هذا القسم الذي أخذ يعني أكبر تقريبا نصف الديوان، فيه 52 قصيدة. العنوان لم نعد نستطيع البكاء. طبعا لا يوجد نص
في الديوان يحمل هذا العنوان. والمنح العام، المناخ العام، الجو العام لمجمل النصوص الموجودة في هذا الديوان تفصح وتقول أنه ما عدا هنالك استطاعة أو إمكانية في البكاء، لأنه الدمع خلص، أو البكاء وصل إلى سقفه، إلى حده الأقصى، وجفت دموع الأحزان، وجفت أعين القلوب وأعين الأجساد وأعين الأرواح. ما عدا هنالك إمكانية أو استطاعة في البكاء. طبعا في العنوان يعني الفعل المسبوق بلم الجازمة منسوب إلى نحن، لم نعد نستطيع البكاء. إذن هذه الحالة هي ليست حالة فردية، هي ليست حالة الشعر فقط، إنما حالة مجموعة من البشر. والشاعر لم يحدد يعني الجماعة البشرية، ترك الموضوع مفتوحا، وما هو موجود أيضا في النصوص. وصحيح يعني الشاعر يأتي من أرومة كردية، من هوية كردية، من بيئة كردية، لكن الحس الإنساني، النصوص المنفتحة على الهم الإنساني، أي شخص من فلسطين أو من العراق أو من أي بلد منكوب، من سوريا، من كردستان، من أي بلد يعني تسرح وتمرح فيه الحروب والمقابر والدمار والخراب والنزوح والتشرد ومظاهر الصراعات والنزاعات الأهلية، سيعتبر هذه النصوص الواردة في هذا الكتاب تعبيرا عن لسان حاله كشخص ولسان حاله كمجتمع. هذا الإنسان، هذا الكائن المعذب في هذه البلدان، في هذه الجغرافيات الناسفة الدامية التي المنتهكة المنهوبة، ما عاد في إمكانها البكاء. وعند نفي يعني والجزم بعدم استطاعة البكاء، إذن هنالك جزم ضمني بعدم استطاعة الضحك أيضا أو الفرح. إذن هنالك حالة من التوهان والضياع فيما يعني تتراوح بين قطعية عدم استطاعة البكاء تعبيرا عن الحزن والألم والفاجعة، إن هذا الحلم أو حلم البكاء إنه أن يكون تعبيرا عن الآلام تجاوزت حجم إمكانية البكاء، استطاعة البكاء، وبالتالي حتى البكاء بات يعني ما عاد في الإمكان البكاء، فضلا عن عدم إمكانية الفرح أيضا. يعني النصوص يعني كلمة البكاء وردت مرتين في قصيدتين، القصيدة الأولى بعنوان بكاء، القصيدة الثانية بكاء آخر. مرتين ضمن النصوص 87 نص ورد يعني حالة البكاء أو مفردة البكاء في عنوان قصيدتين. السمة الطاغية لهذه النصوص حضور يعني الموت، رائحة الموت، طريق الموت، الموتى، المقابر، كل هذه ما هو متعلق بالحداد والحزن والموت والقتل والدمار والتشرد تعبر عن نفسها في هذه النصوص. قبل الخوض في المزيد يعني في النقاش حول الأفكار التي يطرحها الديوان وتجربة الشاعر، قبل الخوض أو الذهاب في هذا الاتجاه، دعونا
نسمع ونرى الشاعر مناف محمد وهو يقرأ أحد قصائد هذا الديوان، ثم نعود. رحمة الظلام. في المسافة من الشرفة إلى أبعد نجم في الليل مصائر معلقة، أجساد تتدلى من سقف كهف الله، أجساد تنتظرها أفواه بأسنان حجرية تترصد الطعم المعلق إرضاء للجوع، جوع الصياد الذي يمارس المهنة مذ كانت الأجساد محض هيولا تأخذ شكل صانعها وقاتلها. هذيان الروح، هذيان الريح، رحمة الظلام في اختلاط الدم بملح الجسد، في اختلاط الأثداء بالأرداف، رحمة الظلام في تبديل الرأس بالقدم. هذيان الروح يحمي من برهة تفكير، التعرف على جسد كان لصديق أو نصف جسد لحبيبة. هذيان الريح أصوات متناثرة من غرف النوم وشهقات رضع للحليب. هذيان الريح ذاك الذي يمنع سماع ارتطام الرغبات، حشرجة الحناجر الملتبسة وصوت الدم المتساقط ملطخا الليل بأحمر داكن، حيث الظلام رحمة. من الشرفة إلى أبعد ذاكرة في الليل أهدي هذا الجسد، دمي للذين يدعون كرههم للدم ويشربون نخب هزائم الجسد انكسارهم. قليل منه أنثره على حقول القمح لتذكيرها أن لا اغترار بالأصفر الذهبي، لتذكير الصيف في الشمال القصي، أن لا ماء في أوردتي لترميم شقوق أرضك. الجلد الأزرق ألبسه للأجساد المعلقة لأذكرها بالعري وبالروح الهاربة من برد الكلمات. ادعاء الأقدام بامتلاك العقل وحيرة العين أمام اندثار الشمس. أزرع شعر صدري بعيدا بعيدا في صحار تترنح مخمورة تحت سماء بعيدة مبتلية بظل نخلة وحيدة تناجي قرينتها الشريدة، جذوري تقيدني. وأزرع شعر صدري سقفا للبيوت المهجرة، وأزرعه حقل بروتين لجياع في أقصى الأرض، في الجهة اليمنى من نافذة الألم، تلك التي تعبث بستائرها وتعبث بصناع ستائرها. ما يتبقى من جلد أصفر قد أبادله بلحاء الأشجار أو بأوراق ألوثها بما لا أفهمه في ليل ممتد من أبعد نجم إلى الشرفة، حيث الظلام رحمة. قلبي الذي خرج توا من حرب غير متكافئة أحتفظ به، سأروضه ويحدثني عن وجه قاتل أو قتيل. بقية الأعضاء نجت لتوها من مجزرة. أصابع يدي اليمنى تكتب ما يرعبني، وفي اليسرى تحترق. في الشرفة أصص ورد تعاتب الخيال على مجزرة مفتعلة. هذيان الروح، هذيان الريح، والظلام الرحمة. توضيح: الأرواح تدخل الأجساد أو العكس، الأرواح مختلطة كذلك الأجساد، خلل في تبادل الأمكنة. بعد أن كان في الشرفة ينظر إلى النجوم البعيدة، تجلس الأجساد العائدة في شرفات تساؤلاتها ناظرة إليه يتدلى معلقا من سقف كهف الله. إحدى السمات
الواضحة والبارزة في هذه النصوص الاقتصاد في الكلام، يعني الاعتماد القارئ على قصيدة الومضة والتكثيف والإيجاز في الكلام واضحة تماما في هذه النصوص، بالإضافة إلى أنه هنالك يعني طاقة شعرية، طاقة مهمة وهائلة من التخيل الشعري، أيضا تعبر عن نفسها. اللغة الشعرية أو الجمل الشعرية هي جمل قصيرة في قصائد الومضة، لكن في بعض القصائد الأخرى تظهر الجمل الطويلة والصور الشعرية المركبة، كما في قصيدة زهرة الضحايا، وفي قصيدة دلقش القصيدة الأخيرة في الديوان، وفي قصائد أخرى يظهر لنا، ما بعرف إذا الكاميرا فيها توضح، الجمل الطويلة والمركبة ذات النفس الشعري الطويل. لكن على الأغلب البناء الشعري عند مناف محمد مقتصد متقشف، يتوخى الإيجاز قدر استطاعته، وهذا ليس يعني، طبعا هذه مهارة فيما يتعلق في الجملة الشعرية، في الصياغة الشعرية. أحيانا هنالك يعني لدى بعض الشعراء نفس قصير في الكلام، يعني لا ينم عن طبيعتهم هكذا، طبيعتهم أنه الجمل الشعرية لديهم جمل قصيرة، نفسهم ضيق يعني في هذا الموضوع. لكن عند مناف محمد لا، موجود الحالتين، يعني عندما هو يقتصد الكلام يقتصد عن عمد، وعندما يطرح لنا الجملة الشعرية الطويلة أو الصورة الشعرية المركبة أيضا هنالك عنصر العمد. إذن هو يجيد الصياغة على المستويين، مستوى الجملة القصيرة والجملة الطويلة المركبة. هذا ينم عن مراس وعن خبرة وعن تجربة في هذا الخصوص. مناف محمد مقل جدا، يعني هذا هو ديوانه الثاني. الديوان الأول صدر في 2008. المسافة الفاصلة ما بين 2008 و 2020 تاريخ صدور هذا الديوان يعني بحدود 12 سنة. طبعا نصوص هذا الديوان غير مؤرخة، ما في ولا نص موجود تاريخ أو مكان كتابة هذا النص، لكن حسب علمي، حسب ما أعلم، أنه هذه النصوص يعني قليلة جدا منها هي نصوص حديثة، أغلبها النصوص التي كتبها في يعني بعد صدور ديوانه الأول، وحتى قبل يعني 2012 2013 حتى 2015 16 ربما 3 أو 4 نصوص مكتوبة في السنوات الأخيرة. بالمجمل مقل يعني. وديوانه الأول صدر أو يعني كجائزة من أو كمنحة أو من أمانة دمشق عاصمة للثقافة العربية في 2008. وهذا الديوان الثاني له كما ذكرت صدر عن دار آباء. مناف محمد من مواليد، لمن لا يعرفه يعني، من مواليد 79. درس في جامعة دمشق وتخرج من كلية العلوم قسم الكيمياء، يعني التخصص تبعه تخصص علمي بحت،
الصرف. لكن هذا التخصص العلمي، البحث اللي له علاقة بالكيمياء، أيضا انسحب بطريقة أخرى إلى كيمياء اللغة، كيمياء الشعر، وتعامله مع اللغة بنفس تعامله بمقادير الكيمياء. عندما يعني في مختبرات الكيميائيين، مختبرات الأدوية أو الصناعات الدوائية، وكيف يعني تكون الأمور حساسة وبميزان وبمعيار وبمكيال معين. مناف أيضا تعامل مع النصوص الشعرية بالكيمياء المتعلقة بالأدب والحس والتخيل الأدبي، الكيمياء المتعلقة باللغة على مستوى عناوين النصوص، عناوين أحيانا كلمة واحدة، كلمتين، يعني انكترت 3 كلمات يعني. وهذا واضح لمن يعود إلى كتابه الشعري هذا. مناف تعرفت عليه في 2001 و2000، أعتقد 2001 في دمشق، التقينا مرة أو مرتين. ثم في احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية حضرت أمسية أو ندوة شعرية شارك فيها مناف محمد. التقيت بهم في مرة الثالثة في هولير في عاصمة كردستان العراق على هامش معرض الكتاب. وقتها يعني أنا وقعت روايتي الأولى وطأة اليقين، وجرى بيننا حديث ونقاش حول الأدب والسياسة وأمور كثيرة. مناف أعرفه كشاعر، يعني مستوى التواصل بيننا المستمر حتى هذه اللحظة أعرفه على الصعيد الإنساني، أيضا على صعيد الهم الإنساني، الهم السوري والهم الكردي والهم الشعري الإنساني. في نصه الشعري لمن يود التعرف على مناف محمد أنصحه بالنص الشعري. النص الشعري يعني قريب جدا ويعكس حساسية هذا الشخص. أحيانا هنالك شعراء وأدباء نصوصهم لا تنسجم مع سلوكياتهم أو تفاعلهم مع القضايا الأخرى أو على المستوى الإنساني والتعامل مع البشر. مناف على الصعيد الإنساني والتواصل المباشر يشبه كثيرا نصوصه بحكم تعاملي المباشر معه. هذا الديوان أتمنى يعني هنا يظهر خصوصية مناف محمد كشاعر. أنا لم أقرأ ديوانه الأول، لكن في هذا الديوان ككينونة شعرية وصوت شعري مميز مختلف تطغى عليه الطابع السوداوي المكتئب الحزن. هذا واضح من خلال النصوص. ومناف محمد الشاعر المختلف المميز ملامحه تظهر جلية في هذا الديوان، مع بعض يعني ما يمكن القول عنه بتأثر بشعراء عرب أو شعراء آخرين عالميين أو عرب قرأ لهم مناف محمد. بالمحصلة لغته لغة بسيطة، لغة جميلة، لغة سلسة، يعني بعيدة عن زخارف البلاغة أو المعجم التراثي اللي أحيانا شعراء شباب ينحون هذا المنحى أو هذا التوجه في كتابة الشعر. مناف محمد صوت شعري مهم وتجربة شعرية
مهمة تستحق القراءة والمراجعة والنقد. وعلى الصعيد على الصعيد الشخصي أنا لدي أمل في هذه التجربة الشعرية أن تتطور أكثر وتأخذ مكانها ومقامها الذي تستحقه من المتابعة ومن القراءة ومن النقد. مرة أخرى أهنئه على هذا الديوان وهذا المسعى الشعري المهم، مع أمل المزيد من الخطوات في حقل الشعر الذي ما زال ينتظر المزيد من نتاج مناف محمد. ختاما أشكركم وأشكر مناف على هذه الفرصة، وخير ما أنهي به هذا الفيديو حول ديوانه لم نعد نستطيع البكاء والاستماع إلى قصيدة أخرى بصوت وأداء مناف محمد من ضمن النصوص التي طواها مناف ديوانه هذا عليها. حتى موضوع آخر أترككم مع مناف وشعره وإبداعه، وألقاكم على خير. حديقة الموتى. على مقعد في الحديقة يلف جسده بقماش الخيبة وجوه بلا ملامح، أرواح تحلق فوق بقايا أجسادها. تختلط الأصوات، مناجاة يد تمتد لجسد الخيال، عيون تترقب طرقة إصبع من حنين، مخيلات تجتمع علها تهتدي لحياة فرت كالحجل من أصحابها. تختلط بقايا الأجساد، لا جسد لهذا الجسد، لا أرواح في المدينة، مدينة امتلأت بأجساد تنفست مأساتها. على مقعد في الحديقة غيب الليل ظله، التفت إلى عديد الجهات، تركه المقعد لنفسه. لا مقعد في الحديقة، لا حديقة في المدينة، وهو لم يكن أبدا نفسه. حنجرة ترفض الهتاف للقاتل، حنجرة ترفض البكاء على المقتول، حنجرة تصرخ في وجه القاتل رامية حبالها في طريق السكين لتكون حنجرة المقتول. قتلة ومقتولين، والحبال حين لا تكون حبال صوت تستعيرها المشانق. رائحة التفاح. في مرمى اليد حديقة مفتوحة على جبل، في مرمى القبل شفاه زرقاء وعيون مغمضة. تفاحة تهشمت، مدينة باردة كالخوف، ورائحة التفاح ذاكرة الوجع. رائحة التفاح مرة أخرى. أمينة أقدامنا للسير نحو الجبل، أمينة أعيننا للنظر إلى البعيد. بين البعد والجبل دروب وعرة، ومدينة تفوح من أجساد موتاها. رائحة التفاح ونقنقة الحجل. الصياد العجوز. من يكافئ الصياد العجوز بظل غيمة أو خيبة؟ فخاخه الصديئة، أصابعه المتشققة من حفر الأمل، عصاه الحزينة والحذاء الذي مل المشي. عيناه ترصدان الهواء، كيس تبغه اشتاق الأصابع الخبيرة. الصياد العجوز ينصب الفخاخ لسنينه، يتذكر زمن الأرانب والكلاب السلوقية، يتذكر
ركضه ومتعة الإمساك بالطريدة. سقط الصياد هذا الصباح، أبعد الناس بحركة من عينيه مبتسما. لطالما كانت الفخاخ محكمة الصنع، ولا طريدة تهرب من فخ صيادها. حواجز. التراب المنذور للزرع درءا للسبع العجاف سجنوه في أكياس الخوف. يزرعون الخوف سنبلة ليحصدوه 70,000 سنبلة. حكمة. الحكمة خلاصة النهايات الدامية تبشر بسفك دم جديد. الحكمة القاتلة التي تناقلتها الألسن. الحكمة التي لم تقال دفنت منذ البدء مع جثة هابيل القتيل. طريق الموت. اجمع بقايا القبل، بقايا الجثث، بقايا الألم، وكذلك بقايا الشجر. اجمع ما تبقى من الدموع قبل جفافها، وداوي بها جرح القمر. اجمع كل ما استطعت وما لم تستطع، فأمامنا طريق موت وفجر. أمامنا طريق الموت، وإن وصلت إلى المسيح قبلي فاحرص على أن تترك بينك وبينه مكانا للصليب الذي أحمله. وإن وصلت قبلك فاحرص على ألا تأكل الوحوش بقايا جثتي. أحرص على أن لا تأكل هذه الوحوش جثتي.